الاهلي والزمالك في نهائي كاس السوبر المصري اللي بيتلعب في الامارات. لو جيت سالتني دلوقتي انا هقول لك ان انا مبسوط جدا وسعيد ان انا بشوف الاهلي والزمالك هم اللي وصلوا لنهائي البطوله دي لاكتر من سبب. بشوف طبعا السبب الاولاني الزمالك عنده دفعه كويسه جدا 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 مع احمد عبد الرؤوف. لو سالتني قبل الماتش هقول لك الظروف صعبه جدا وده اللي حصل فعلا، وان احمد عبد الرؤوف قدر يحل الماتش وقدر ينجح ويوصل الزمالك لضربات الجزاء ويفوز بالمباراه. هتقول لي السبب الثاني، اقول لك طبعا لنجاح البطوله فكره ان انت بتلعب اهلي وزمالك في نهائي زي ده بتلعب في الامارات، ماتش جماهيري هيبقى ماتش ليه مذاق خاص. كل الاهلي والزمالك او كل الاهلاويه والزمالكاويه بيستنوا الماتشات اللي زي دي. لو جيت سالتني انا شخصيا على نادي الزمالك هقول لك ان الزمالك في ظروف صعبه جدا ان هو قدر يوصل لنهائي البطوله وقدر يفوز على بيراميدز في مباراه صعبه جدا جدا. اقول لك دي حاجه مفاجاه بالنسبه لي، واقول لك ان انا مبسوط بيها جدا وان انا بقيت متشجع جدا ان انا اشوف نادي الزمالك في نهائي البطوله. تاني حاجه الاهلي، بشوف ان الاهلي بغض النظر عن المشاكل التحكيميه واللي حصل كله في المباراه، انا بشوف ان الاهلي عمل مباراه كويسه جدا والاهلي كان يستحق الفوز. يمكن كان بادي الماتش كويس قوي قوي وكان بيلعب ضغط عالي من بدايه المباراه. انا بشوف الاهلي اول نص ساعه في الماتش كان عامل ضغط عالي جدا وكان مضيع اكتر من فرصه وكان بيوصل للجون كتير. يمكن بعد كده بدا الاداء ينزل شويه وبدا يتراجع، وبدا تاني مع الشوط الثاني بدا الاهلي يعلى تاني، وفي اخر الشوط بدا الاداء ينزل تاني. ولكن بغض النظر عن المستوى المتفاوت لا الاهلي افضل بكتير من الماتشات اللي فاتت. بشوف المدرب بدا يصلح شويه من اخطاء الاهلي ولكن لسه عنده مشكله وهي في قلب الدفاع، ودي اللي مستمره من بدايه الموسم. اتغير 3 مدربين ولكن نفس المشكله هي بتحصل في النادي الاهلي ونفس الثغرات الدفاعيه اللي موجوده ما بين قلبي الدفاع في النادي الاهلي بتحصل كل مباراه. مش معقول الاهلي نادي كبير بيخش في كل ماتش يا جون يا جونين. الموضوع صعب جدا. اعتقد دي اسوأ بدايه دفاعيه للاهلي من سنين كتير جدا. دوري الاهلي متعادل اكتر من ماتش وخسر، وحتى لما بيكسب بيخش فيه عدد جوان مش قليله. فبشوف ان الاهلي عنده ثغره دي ما اتحلتش لحد دلوقتي. اعتقد ان المدير الفني مع الوقت، المدرب لسه جديد برضه، اعتقد مع الوقت يقدر يصلح حاجه زي كده. ولكن على مدار المباراه الاهلي الافضل، الاهلي اللي بيستحوذ، الاهلي اللي بيوصل للجون. مش عايز اتكلم عن التحكيم كتير، خلاص احنا زهقنا بصراحه من الموضوع ده كتير بصراحه. بس انا كان عندي تعليق واحد بس. اغلب الناس بتقول ان ضربتين الجزاء او على الاقل ضربه منهم في واحده ضربه جزاء صحيحه، وانا بشوف ان الثانيه اقرب. الاولى يمكن جت في رد فعل سريع من الرجل للايد فصعبه شويه، لكن الثانيه كان في مسافه وكان يقدر يشيل ايده بس هو سايب ايده بره جسمه بشكل كبير جدا. الناس بتقول ان ضربه الجزاء هي من الاول اوفسايد. هو فين الاوفسايد؟ يعني فين الفار ما حطش ليه خط الاوفسايد؟ يعني هي دي بس الفكره كلها. لو الناس بتتكلم واشاره الحكم كانت بتقول ان هو عمل بايده كده يعني معنى ان اصلا الكره تسلل. طب وضح لنا، طب الفار يوضح لنا يجيب لنا الخطوط ان في فعلا اوفسايد، خلاص ما حدش يقدر يتكلم. لكن انت سبت الشكوك وسبت الناس تتكلم في الموضوع. ولكن زي ما بقول بغض النظر عن التحكيم انا مبسوط ان الاهلي صعد. لو انت جيت سالتني انا كزملكاوي انا مبسوط ان الاهلي صعد، انا مبسوط ان انا هلاعب الاهلي في النهائي. عارف ان ظروفي صعبه جدا وكل كل الظروف ضدك. ولكن مباراه الاهلي بيبقى ليها مذاق تاني. شفنا السنه اللي فاتت ماتشين السوبر الافريقي والمصري وكانوا ما بين الاهلي والزمالك، شفنا قد ايه المباراه كانت ممتعه وجماهيريه واجواء طبعا في الامارات لا يعني الجو بصراحه بيبقى احسن بكتير من يتلعب فرق زي، مع احترامي طبعا لسيراميكا وبيراميدز فرق محترمه جدا وعملوا اداء كويس، ولكن برضو الانديه الجماهيريه الموضوع بيفرق يا جماعه. فدي وجهه نظري ان النهائي كده هيبقى افضل بكتير. تاني حاجه انا بشوف ان الماتش هيبقى صعب جدا 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 فوق ما تتخيل. محدش يقدر يتخيل المباراه الجايه هتبقى عامله ازاي. مباراه صعبه جدا. الزمالك غير رؤيه الزملكاويه كلها بالذات في ماتش بيراميدز، يعني قبلها ماتش الجيش طبعا مع احمد عبد الرؤوف وماتش بيراميدز وراك ان الزمالك بدا يتحسن كتير جدا عن الماتشات اللي فاتت وقدر يصحح من اخطائه. طبعا احنا عندنا مشاكل لسه وهي مشاكل هي نقص السكواد اللي موجود في نادي الزمالك. احمد عبد الرؤوف كان عنده اختبار صعب جدا 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 قدام بيراميدز ونجح فيه، واعتقد عنده اختبار اصعب بكتير الماتش الجاي، لان الماتش اتصعب اكتر والدنيا اتصعبت اكتر بسبب غيابات اخرى حصلت. طبعا انت بدايه قبل بدايه الماتش بتاع بيراميدز انت كان عندك غيابات زي اخوان بيزيرا ودونجا، طبعا دول ضربه تقسم ظهر اي مدرب. اثنين مهمين جدا من الاعمده الرئيسيه. وطبعا خلال مباراه بيراميدز اتصاب اثنين تاني. عدي الدباغ خرج طبعا مصاب، وبعديه شفنا برضو محمود بن تايج خرج مصاب. فطبعا الموضوع صعب جدا، عندك 4 من الاعمده الرئيسيه اللي موجودين في نادي الزمالك بيلعبوا اساسيين، طبعا الناس اتصابت.
ناهيك بقى عن الزمالك أصلًا بيلعب من غير خط هجوم، يعني أنا بصراحة باشفق على أحمد عبد الرؤوف بجد قبل الماتش أنا ما أعرفش هو يعمل إيه، الراجل جاب هافين واحد باك شمال أساسًا والتاني فيرود، لاعب واحد يمين واحد شمال، فده بيوريك إن الراجل يعني بيلصّم الدنيا، ولكن الراجل عمل ماتش تكتيكي على أعلى مستوى، أحمد عبد الرؤوف قفّل مساحات. وعايز أتكلم بس في نقطة برضه مهمة جدًا، أحمد عبد الرؤوف كان كويس جدًا، جدًا، ما نقدرش نغفل حقه، بس اللي ساعده برضه آآ يوريتيتش المدير الفني لبيراميدز، أنا باشوف إن هو برضه أخطأ، وهاقول دلوقتي هو أخطأ في كذا خطأ، بالنسبة لي هو ساعد أحمد عبد الرؤوف في خطته اللي هو عملها، إن هو قدر يقفل كويس جدًا ويلعب على الهجمات المرتدة، الزمالك ما كانش ليه هجمات كتير، وبيراميدز برضه ما كانش ليه هجمات كتير، الماتش كان تكتيكي جدًا، 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 بيراميدز كانت فرصته يكسب في الملعب. يعني إذا بيراميدز أنت بتتكلم في سكواد كامل ما عندوش أي إصابات، ما عندوش أي مشاكل، الزمالك عنده سكواد ناقص جدًا، 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 وعنده إصابات كتيرة، وبرغم كده قدر يُقف على رجله كويس أوي، وقدر برضه يوصل للجون إلى حدٍ ما في الشوط التاني بأكتر من فرصة، ولكن كان الاستحواذ أكتر لبيراميدز، ولكن الزمالك كان واقف كويس أوي، أوي في نُص الملعب، ومقرّب خطوطه أوي، وكان خط الدفاع كلّه قريب من بعضه، شُفنا الونش ومحمد إسماعيل عملوا ماتش جامد جدًا، شُفنا عمر جابر كان كويس أوي، أحمد فتوح بصراحة يعني أنا انتقدته كتير، ولكن الماتش ده كان عامل game دفاعي هايل، هايل بصراحة وشال أكتر من كورة، وأنقذ أكتر من كورة، وكان على مستوى الدفاع كان كويس أوي، ما اتقدمش خالص، ولكن أنا عارف إن دي تعليمات أحمد عبد الرؤوف، لإن هو كان سايب قدامه محمود بنتايج، وده طبعًا هيرجّعنا إن أنت قفّلت الجبهة المهمة جدًا اللي هي كانت لبيراميدز، وهي الجبهة اليمين اللي كان فيها طبعًا الشيبي كباك يمين، وعارفين خطورته، قدّامه كان زلاكا، فكان يعني جبهة قوية جدًا قدر يوقّفها، وإن هو لاعب بنتايج وتحتيه أحمد فتوح، الجبهة دي يمكن ما عملتش أي حاجة خالص، يمكن بعد بنتايج الشيبي عمل اوفرين بعد ما خرج بنتايج بس، لكن قبل كده لا بصراحه كان بالعكس الزمالك اللي عامل جبهه كويسه جدا، وده هنرجع لخطا يوريتيتش في وجهه نظري، ان هو بدا بكريم حافظ كهاف شمال، انا مش شايف اي مبرر ان انت تبدا بالراجل ده، لو انت بتتكلم ان الزمالك عنده اخوان بزيره وعنده ناس جامده جدا كانت بتلعب وعنده خط هجوم قوي، كنت اقول لك انت بتلعب بكريم حافظ تحتيه محمد حمدي بتقفل الجبهه دي، لكن انت مش محتاج تلعب كريم حافظ قدام آه، محمد حمدي، لان انت عندك هافات كتير قوي، يعني انت شفنا التبديلات اللي حصلت، عدد الهافات اللي نزلت الشوط الثاني، بتتكلم في الراجل ايفرتون البرازيلي، بتتكلم في زيكو، الناس دي كلها كانت قاعده بره ليه؟ انا مش شايف اي مبرر، انا كان ابراهيم عادل اللعيب الاساسي بتاعي خلاص مشي، يبقى انا لاعب هاف في المكان ده، خصوصا ان الزمالك ما عندوش الحته دي، عنده ضعف في المكان ده، كنت تضغط على الزمالك اكتر من كده وتقدر تضاغط الزمالك اكتر من كده، ولكن انت لعبت بكريم حافظ، ودي غلطه من ضمن اخطاء يوري تيتش وريحت الزمالك كتير في الجبهه دي، كانت جبهه ضعيفه جدا، عمر جابر كان مستريح، عدي الدباغ بس كان ماشي كويس لحد ما اتصاب طبعا وهو بيلعب في مكان غير مكانه، وانا طبعا بحيي احمد عبد الرؤوف، الراجل ده بيفهم كوره قوي يا جماعه، يعني اي حد مكانه هيلاعب شيكو بنزا ناحيه الشمال، في ظل ان انت ما عندكش اي حد، او على الاقل يلعبه ناحيه اليمين، يا جماعه شيكو بنزا لا يصلح، لا يصلح نادي الزمالك، هو الراجل ده جاي يرقص، جاي يهزر شويه جاي، لكن كواليتي لعيب هو ضايع، يعني انا ما بحبش نجامل، ما بحبش ننفخ في لعيبه، انا بالنسبه لي اللعيب ده لا يصلح نادي الزمالك، لعيب قليل جدا، شفنا حتى لما نزل جاله فرصه يعني اسهل ما يمكن اللي عمله محمد اسماعيل وناحيه الشمال وكسر لجوه وشفنا شاطها في السماء بشكل غريب قوي، لعيب كواليتي ضعيف جدا جدا، في كوره حتى عدى واحد على واحد قلت عدى كويس، بعد ما عدى راح رامي نفسه وواقع، انت بتقع ليه؟ كان ممكن تعمل عرضيه وكان ممكن يحرز منها هدف بسهوله، ولكن لعيب فكره محدود جدا لا يصلح نادي الزمالك، فباشوف إن أحمد عبد الرؤوف بصراحة قدر إن هو يلم المباراة، وقدر إن هو يقفل نص الملعب، محمد شحاته كان هايل جدا هايل جدا، يمكن احمد ربيع كان اقل مستوى شويه مكان دونجا، ولكن برضه قدر يقفل نص الملعب مع محمد شحاته بشكل كويس خصوصا الشوط الاول، عبد الله سعيد لما نزل الشوط الثاني شكل الزمالك اتغير خالص، الزمالك بدا يستحوذ على الكوره بشكل افضل، الزمالك عبد الله السعيد مع محمد شحاته مع ناصر ماهر ثلاثي قوي جدا، وده يرجعني ان انا اتكلم على ناصر ماهر اللي انا بوجهه نظري هو افضل لعيب في الزمالك اخر ثلاث اربع ماتشات، كان مع دونجا طبعا دونجا غايب، ولكن اخر ثلاث اربع ماتشات انا بشوف ان ناصر ماهر لعيب كواليتي عالي قوي لو ركز في الكوره بس، انا بعتقد ان مفيش حد رقم 10 في المكان ده في مصر افضل من ناصر ماهر لو ركز في الكوره بس، طبعا انا بشوف ان ناصر ماهر وامام عاشور لما يرجع بالسلامه، طبعا انا بشوف ان الاثنين دول افضل كواليتي موجود ولازم يبقوا موجودين في منتخب مصر لو الاداء مستمر بالشكل ده، ولكن عيب ناصر ماهر ان هو ما بيكملش بشكل كبير على المستوى ده، ولكن انا اول مره اشوفه ثلاث اربع ماتشات ورا بعض هو افضل لعيب في نادي الزمالك وبياخد احسن لاعب في الماتش عن جداره واستحقاق،
فباشوف إن ناصر ماهر لو استمر بالشكل ده لأ، هيبقى ليه مكان في منتخب مصر. لعيب بيريح جدا اي مدرب، لعيب بينزل يستلم بيفك الخطوط، بينزل يستلم من المساك وبيعمل ترنات غريبه قوي وبيلف وبيعمل بيخش للملعب ويعمل سيروهات وبيروح على الجول. لا بصراحه لعيب كواليتي عالي جدا، يمكن اللي حواليه مش مساعدينه. الزمالك بيلعب بلا خط هجوم يا جماعه، زي ما قلت لك بيلعب بهافين مش هافين اصلا، وبيلعب بفيرود مع احترامي ليه بصراحه. يعني عمرو ناصر انا بشوف بصراحه في لعيبه يا جماعه لا، يعني احمد شريف، ناصر، عمرو ناصر، شيكو بنزا، لا كواليتي يا جماعه ضعيف جدا. معالي اللي هو كان قاعد احتياطي ما نزلش، ما اعرفش هو موجود ولا مش موجود اصلا، ولكن برضه حتى لو كان نزل هو لعيب برضه مستواه قليل بالنسبه لنادي الزمالك. ولكن الراجل احمد عبد الرؤوف قدر يحل الازمه دي بان هو يقدر يقفل نص الملعب كويس قوي، ويقدر يلعب على الهجمات المرتده، يقدر يوصل لضربات الجزاء اللي هو عارف ان انت عندك محمد عواد كويس، والزمالك يمكن له حظوظ على بيراميدز. فانا بصراحه كمجمل انا مبسوط باللي حصل في ظل الظروف الصعبه، ولكن احمد عبد الرؤوف عنده اختبار صعب جدا جدا. انا بصراحه والله ما عارف اقدر اقول تشكيل الزمالك الماتش الجاي يلعب مين. آه، ماتش صعب جدا، وعندك غيابات 4 لعيبه، غير طبعا انت قبل كده اصلا عندك غيابات، اصلا السكواد بتاعك اساسا في الاصل ناقص كعدد. ما عندكش خط هجوم، ما عندكش هافات. انا كان بالنسبه لي اللي عندك هو خوان بزيره، هو الوحيد اللي عندك، فانت مفتقد الراجل ده. فانا اعتقد ان الماتش الجاي هيبقى صعب جدا على نادي الزمالك، ولكن انا عندي ثقه في محمد عبد الرؤوف انه يقدر يوقف اللعيبه كويس. اللعيبه انا عارف ان الزمالك هيلعب برده ماتش تكتيكي الماتش الجاي، مش هيفتح خطوط وهيقفل، يحاول يوصل بالاطول وقت بالتعادل. قدر يخطف من هجمه مرتده، قدر يجيب جون هيبقى حاجه كويسه. ما قدرش يفضل مقفل خطوطه لابعد وقت. انا بشفق على احمد عبد الرؤوف بصراحه، انا ما اقدرش اقول هيعمل ايه الماتش الجاي، ولكن ماتش صعب جدا. الاهلي عنده سكواد قوي قوي قوي، ولكن الزمالك لازم يستغل حته الثغره الدفاعيه اللي موجوده في الاهلي طول من اول الموسم لحد دلوقتي، والزمالك قادر على ده. بس انا رايي ان سيف الجزيري يبدا الماتش اللي جاي، يعني عمرو ناصر ما يبداش. هتحتاج السرعات دي، الجزيري مع ناصر ماهر، هتحتاج الاثنين دول. واعتقد الزمالك ممكن يلعب ب 4-4-2، لان انت طبعا ما عندكش هافات خلاص، حتى اللي كنت بتلعبهم وملصمهم الاثنين اتصابوا ومش موجودين. فانت هتضطر ان انت تلعب يعني ناصر ماهر جنبيه او قدامه على طول يبقى سيف الجزيري، وتقفل نص ملعبك بقى باحمد ربيع مع عبد الله السعيد مع محمد شحاته. لازم تعمل كده، وتحط دفاعك طبعا عمر جابر، احمد فتوح والونش اللي بحترمه جدا وبقدره بصراحه. راجل عمل اداء كويس رغم انه كان غايب الفتره اللي فاتت. محمد اسماعيل كواليتي مدافع ما جاش من سنين كتير جدا في نادي الزمالك، بشوف ان هو قريب قوي او ممكن يوصل شويه لمحمد عبد المنعم اللي كان بيعجبني قوي، طبعا كنت بشيد بيه كتير. محمد اسماعيل الزمالك لقى كده مدافع من فتره كبيره ما كانش موجود بصراحه، او فارق مع الزمالك الفتره اللي فاتت. لازم احمد حسام عميد كان يريح بصراحه. لا الزمالك افضل بكتير من وجود حسام عبد المجيد. لازم يقفل خطوطه، لازم يقفل خطوطه. الاهلي فريق قوي جدا وعنده حلول كتير قوي هجوميه. الاهلي عنده زيزو، عنده بن شرقي، عنده تريزيجيه، عنده الحته الهجوميه قويه جدا. ولكن الزمالك قادر ان هو يقفل على الناس دي كويس، ويقدر يلعب على المرتده، ويقدر يفوز بالمباراه. المباراه هتكون صعبه جدا، ما حدش يقدر يتوقع المباراه دي هتبقى عامله ازاي. نتمناها مباراه تكون كويسه، فيها روح رياضيه، فيها اداء كويس من الفريقين ومن الجمهورين، ونشرف مصر ان شاء الله في الامارات، وتبقى مباراه كويسه وتبقى بطوله كويسه لمصر طبعا في الاول والاخر. تاني حاجه بنبين للناس ان احنا عندنا، لا عندنا كوره وعندنا جماهيريه. اتمنى تطلع مباراه تليق باسم مصر. شكرا.